كنت راجع من الشغل، واليوم ده كنا سهرانين في الشغل، فبالليل كنت تقريبا راجع من المكتب على الساعه 9 بالليل كده او حاجه. قابلت واحد جارنا وقعدنا نتكلم شويه، بنبص على اول الشارع لقينا واحد جارنا على اول الشارع خالص العربيه بتاعته الكبوب بتاعها للاسف بيولع يعني. فطبعا اول تصرف انت بتدور على الطفايه، فطلعت اجري عشان اجيب مفتاح العربيه عشان اجيب الطفايه. فطلعت اجري بسرعه وانا نازل من كتر ما الواحد متلهوج على السلم نازل جري، راح جايه رجلي ملويه اتكسرت. فلا مني لحقت الراجل ولا مني رجلي سليم. وفجاه تتفاجئ ان انت للاسف انت والله انت بكره ما انتش رايح الشغل، انت اجازه يا باشا، انت رجلك اتكسرت وانت سايب شغلك وسايب فريقك وسايب دنيتك، وهو ده الوضع. طبعا واحد قاعد بيشتغل لحد الساعه 9 بالليل، وشغلانتنا احنا شغلانه المبيعات شغلانه كلها فرهضه، ففجاه انك الدكتور يقول لك لا اقعد وارفع رجلك لفوق وما تنزلش رجلك على الارض والكلام ده كله، الواحد بقى قاعد هيتجنن في البيت مش عارف يعمل ايه. انا مش متعود على القعده دي وانا مش بتاع الركنه دي. تاني طبعا احاول اساعد في الشغل بالتليفون والكلام من ده، وطلبت منهم في الشغل يفتحوا لي سيستم من البيت من على الكمبيوتر الشخصي وبتاع، بس برضو مش، انا قاعد مش مرتاح، مش عارف، مش قادر، هموت، هتجنن. المهم ربنا سبحانه وتعالى هداني لكورس، كانت منحه من وزاره الاتصالات، كان برنامج اسمه اف دبليو دي، كانت عاملاه وزاره الاتصالات وبتعلم الناس الديجيتال ماركتنج. وانا بحكم ان انا كان بقالي كتير قوي مسحول في الشغل والشغل واخد كل وقتي، ما كانش عندي وقت اذاكر، وكنا بعيد جدا عن حته الديجيتال ماركتنج او كل الكلام ده كنا بعيد عنه خالص. طبعا انا كنت مقدم في المنحه دي ولا انا هنا، وكان فاضل اسبوعين، كانت المنحه دي ليها وقت تقريبا كان شهر ونص، ولو ما خلصتش خلال الشهر ونص او الشهرين دول للاسف المنحه بتتقفل وما يبقالكش الحق انك تقدم تاني وبتاع وكده. بس المهم افتكرتها، قلت ايه خلاص بما اني انا كده كده مشغول، يلا اقعد يا باشا ذاكر المنحه وتشغل دماغك وتشغل وقتك من الفضا ده. واللي عاوز اقوله لكم يا جماعه ان المنحه دي كانت بالنسبه لي يعني الواحد عينه فتحت على عالم تاني موجود اسمه السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج، ويعني ايه انك انت تعمل براندنج لنفسك، ويعني ايه تتعلم. ويمكن كان هو السبب الرئيسي اللي بيخليني النهارده بعمل فيديوهات اونلاين، اللي انا بقول 100% 200% لو ما كانش رجلي اتكسرت استحاله كنت هقف في نقطه اللي انا فيها النهارده بتكلم او بعمل فيديو او فاهم يعني ايه ديجيتال ماركتينج او الكلام ده كله. اللي انا عاوز اقوله ان احيان كتير قوي بتحصل لك مواقف انت ما بتبقاش فاهم يا رب هو الخير فين، وخليك بس واثق في الله سبحانه وتعالى ان هو مش بيعمل اي حاجه الا اللي فيها الخير ليك والصالح ليك، بس هو شايف اللي انت مش شايفه، وهو سامع اللي انت مش سامعه، وهو يعرف الغيب ولكن انت ما تعرفوش.